المتتبع والمواكب والمساير لحيثيات ومجريات سير العملية التحضيرية للمنتخب الوطني المرابطون يدرك وللوهلة الأولى أنهم دخلوا إلى أرضية ملعب بيتر موكوبا، والابتسامة على وجوههم حاضرة وبمعنويات مرتفعة، وأنهوا شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وبدون أهداف تذكر، وبخطة تكتيكية وانتشار سليم على أرضية الملعب وتفاهم وانسجام بين الخطوط الدفاعية والهجومية كان العنوان الأبرز في شوط المباراة الأول. شوط المباراة الثاني ابتسم الحظ فيه للكونغوليين وتحصلوا على ضربة جزاء حامت حولها الشكوك، نجحوا في ترجمتها إلى هدف ألقى بظلاله على جل عناصر المنتخب الوطني ليحصل قائد الفريق على بطاقة حمراء أثرت كثيرا على مجريات اللقاء وشدت في نفس الوقت من عزيمة المنتخب الوطني الذي واصل في مده الهجومي حتى جاءت صافرة النهاية حاملة معها 3 نقاط ثمينة للمنتخب الكونغولي، ومعلنة في نفس الوقت عن منتخب وطني قدم أداء استحق عليه التصفيق ومناصرة الغير له، مما يطرح الكثير من التساؤلات على مدى قدرته على كسب النقاط ال6 المتبقية من الدور الأول، مع العلم أن المدرب الفرنسي باتريس نفا أعلن في تصريح سابق له أنه قادر على كسب المنتخب البوروندي والغابوني معا. حمود الأعمر لقناة المرابطون من ملعب بيتر موكابا جنوب أفريقيا.